في الجراج تشارلي بيصلح الطيارة اللي مراته سارة جابتها له هدية في عيد ميلاده. سارة قطعته في وسط الشغل علشان تقوله إنها هتسافر قريب لحضور مؤتمر شغل في لندن. عرضت عليه يجي معاها بس تشارلي رفض لأنه وراه شغل كتير. بعد شوية تشارلي وصل لمقر ال CIA، وهو رايح لقسم فك الشفرات والتحليل عدى على كل أجهزة الأمان اللي هو نفسه اخترعها، وفي الآخر دخل وبدأ شغل. وفجأة جات له رسالة من إنكويلين، الشخص الغامض اللي بقاله سنين على اتصال بيه. كالعادة إنكويلين عنده معلومات سرية مهمة عايز يبيعها له، بس المرة دي حذره إن الوثائق دي ممكن تضر ال CIA. تشارلي حاول يخمن هو فين وقال له اسطنبول، بس إنكويلين طنشه ومردش عليه. بعد كده تشارلي بدأ يشتغل على تحليل المعلومات، بس الغريب إن حتى عبقري زيه معرفش يفك الشفرة. بعد ما رجع من استراحة الغداء تشارلي راح مكتبه وجاتله مكالمة من سارة، قالت له إنها وصلت لندن، بس هو كان عارف من الأول لأنه بيتابع تحركاتها. ما تكلموش كتير علشان تشارلي كان مستعجل جدا إنه يرجع للمستندات الغامضة، وبما إنه لسه مش قادر يفك الشفرة أخد الكمبيوتر بتاعه ودخل على المنطقة المحظورة علشان يستخدم نظام أكتر تطور يساعده ينجز أسرع. أخد وقت بس في الآخر قدر إنه يفتح المعلومات اللي في الوثائق، وساعتها اتصدم. الوثائق دي كانت ملفات سرية جدا بتكشف إن ضربة بطائرة بدون طيار اتعملت على إنها تفجير انتحاري، واتغطى على الموضوع. وكان في مقاطع من الأخبار بتعرض عدد الضحايا حوالي 150 شخص، ومن ضمنهم قوات خاصة فرنسية ومارينز دنماركيين. وكل العملية دي كانت تحت إشراف الرئيس مور، واللي هو كمان رئيس تشارلي. في الليلة دي تشارلي حاول يتصل بسارة بس مردتش، فساب لها رسالة صوتية. تاني يوم تشارلي راح المكتب واتفاجئ إن مور مستنين. مور أخده على مكتب أوبراين اللي لسه بقت المديرة من فترة قريب. قالت له إن في هجوم إرهابي حصل في فندق في لندن وسارة كانت من الضحايا. تشارلي رفض يصدق وكان عايز يكلم سارة، فمور شغله التلفزيون علشان يفرجوا على الأخبار. المذيع كان بيشرح إزاي 4 إرهابيين اقتحموا الفندق وأخدوا 4 رهائن وقتلوا منهم 2. بعد كده مور شغله تسجيل كاميرات الفندق اللي كان بيعرض كل الفوضى اللي حصل، وأكد له إن سارة كانت من الضحايا. ولما تشارلي رجع البيت لقى عشرات الصحفيين واقفين مستنيين ياخدوا معاه تصريح، والبوليس بيحاول يبعدهم. صاحبه ساعده يدخل البيت من غير ما يتضايق. تاني يوم تشارلي واجه مور والمشرف كاليب لأنه كان شاكك جدا في اللي حصل. ما قدرش يصدق إن الإرهابيين عارفين يعدوا من كل الكاميرات الأمنية الموجودة في لندن، ده غير إنهم مشيوا وسط الزحمة كأن مفيش حاجة. مور وعدوا إنهم بيحققوا في اللي حصل، لكن كاليب قال له يرجع البيت. تاني يوم تشارلي راح المطار علشان يستلم جثة سارة وحاجتها، ولما رجع البيت فتح الشنطة ولقى فيها هدية سارة كانت شاريها له، وده خلاه ينهار من البكاء. ولما تعب من القعدة في البيت تشارلي رجع الشغل واستخدم الكمبيوتر الممنوع علشان يفتح كاميرات المراقبة بتاعة الفندق والشوارع اللي حواليه. بدأ يجمع الأحداث في تسلسل زمني ووراها لرؤسائه. ال4 إرهابيين سرقوا عربية من الإيست إند، وبعدها دخلوا الفندق من مدخل الخدمة، وهناك نظفوا كل الآثار والأدلة والDNA بشكل احترافي جدا. يبدو إن كان عندهم اجتماع مع شركة اسمها Impact Investment من إندونيسيا، بس حصل حاجة غلط وبدأت مشادة في الممر. واحد من رجال أمن الشركة اتعصب، فواحد من الإرهابيين فتح النار، قتل واحد من الحراس وسبب إصابة حرجة للتاني. أمن الفندق بلغ البوليس على طول، ولما الإرهابيين اتزنقوا وكانوا عايزين يخرجوا من غير ما يتقبض عليهم دخلوا قاعة المؤتمرات وأخدوا شوية رهائن. سارة اتاخدت معاهم لأنها حاولت تساعد شوية من الحاضرين يهربوا. تشارلي عمل تحليل صوتي وبصري وقدر يتوصل لهوية ال4 إرهابيين. واحد اسمه ميشكا من موسكو، والتاني لورانس جندي سابق في القوات الخاصة في جنوب إفريقيا،
وهارست مرتزق، وجريتشن ضابطة استخبارات سابقة. ولما شاف رد فعل كاليب ومور البارد قوي، تشارلي فهم إنهم كانوا عارفين كل ده من الأول. قالوله إنهم شغالين على الموضوع وبعتوه يقابل أخصائية نفسية. تاني يوم تشارلي خبى شريحة جوه بطاقة التعريف بتاعته وعدى من السكيورتي من غير ما الأجهزة تكتشفها. ولما وصل مكتبه طبع كل الملفات السرية واستخدم جهاز السكيمر على الطبعة علشان يعمل نسخة رقمية. وفي نفس الليلة تشارلي راح بار وقعد يبص كتير على صندوق الأغاني. تاني يوم الصبح تشارلي واجه رؤسائه تاني وهو معاه النسخ المطبوعة من الملفات. بدأ يعرض كل العمليات القذرة اللي عملها مور، زي قصف مستشفى سوري وضرب قاعدة حلفاء في اليمن اللي تسبب في مقتل آلاف المدنيين. وهددهم إنه هيكشف كل ده للمديرة، وقال لهم إنه فعل زر الميت، يعني لو ما دخلش كود معين كل 5 ساعات كل الأدلة هتتبعت لأكبر وكالات الأنباء في العالم. وفي المقابل تشارلي طلب تدريب كامل في CIA وجوازات سفر مزورة وكاش وسلاح ومعلومات عن قتلة سارة. بعد الاجتماع تشارلي رجع عربيته وقعد يرجع من كتر التوتر. في المكتب مور قال إن زر الميت مجرد تهويش، لكن كاليب قال له ما ينفعش يجازفه. لو فعلا تهويش ممكن يدوروا على الزر وساعتها يقدروا يرتبوا حادث قاتل يحصل له أثناء التدريب. بعد شوية كاليب وفريقه حاولوا يفهموا تشارلي إزاي قدر ينسخ الملفات السرية. بدأوا يناقشوا احتمال إنه يستخدم جهاز سكيمر واللي مش هيشتغل على كمبيوتراتهم المؤمنة، لكن ممكن يكون استخدمه على الطبعة. ممكن تشارلي يكون بعت الملفات للطبعة واستخدم شريط مغناطيسي علشان ينسخ البيانات. لما راجعوا تسجيلات الكاميرات الأمنية اتأكدوا إن تشارلي اشترى شريط مغناطيسي من محل، بس لسه مش قادرين يعرفوا إزاي دخلوا وطلعوا من المبنى. الفريق كمان فتش بيت تشارلي وفي الآخر اكتشفوا إنه راح بار معين مرتين. راحوا للبار علشان يفتشوه ولقوا اسطوانة CD لفرقة أبا تحت صندوق الأغاني. كاليب اختار الCD ده من كتالوج صندوق الأغاني وما كانش فيه غير ضوضاء، فقرروا يسحبوا الCD ده اللي تشارلي سايبه وراه. في الوقت ده تشارلي وصل لمركز تدريب CIA وكان في استقباله العقيد هندرسون. بدأوا بالترتيب في ميدان الرماية، لكن للأسف تشارلي ما كانش شاطر في الضرب، كان محتاج يقرب جدا من الهدف علشان يصيب المكان الصح. لكن لما جه وقت صنع القنابل تشارلي اشتغل بسرعة رهيبة وأبهر هندرسون بمهاراته. بعد كده تشارلي كان محتاج يتعلم هويته الجديدة، فهندرسون بدأ يضغط عليه ويزعقله ويرميه على الأرض علشان يختبر إذا كان هيقدر يفتكر بيانات هويته الجديدة تحت الضغط ولا لأ. وفي الآخر خلصوا تجهيزات جوازات السفر الجديدة. في نفس الليلة هندرسون راح أوضة تشارلي وقال له إنه مش قاتل، لكن تشارلي أصر إنه عايز يحقق العدالة. وقتها هندرسون طلع مسدس واداه لتشارلي وقال له يصوب على صدره. ايدين تشارلي كانت بتترعش ومش عايزة تثبت، وفي الآخر نزل المسدس من على صدره. في المكتب العملاء قعدوا ساعات طويلة يفكوا الشفرة اللي على الCD لحد ما اكتشفوا إن تشارلي كان بيهزر بخصوص زر الميت. بلغوا رؤسائهم فوراً من غير ما يعرفوا إن تشارلي كان بيتجسس عليهم. واتضح إن الشريحة اللي خباها في بطاقة التعريف بتاعته كانت في الحقيقة جهاز تصنع. زرعوا في الملفات اللي سلمها لرؤسائه. مور اتصل بهندرسون فوراً وقال له يقبض على تشارلي، لكن تشارلي كان هرب بالفعل. أول ما قفل المكالمة مور أخيراً لاحظ جهاز التصنت اللي على الملفات واتكلم مع تشارلي بشكل مباشر وقال له إن اللي بيعمله ده خيانة. تشارلي رمى السماعة اللي في ودنه قبل ما يركب الطيارة، وأول ما وصل لندن عدى من الجمارك وبدأ يتحرك في اتجاه باريس. جواز سفره المزور ظهر في أنظمة CIA، فمور بعت هندرسون وراه. في باريس تشارلي أجر أوضة في فندق قريب من المطعم اللي جريتشن بتروح له دايما. وفي الآخر ظهرت جريتشن
وكانت قريبة كفاية إنه يبدأ يتابع تليفونها. تشارلي قضى اليوم واقف قدام عمارة جريتشن واستنى لحد ما خرج، ولما واحد من السكان خرج استغل الفرصة ودخل. بعد كده تابع فيديو على الإنترنت علشان يتعلم إزاي يفتح قفل شقة جريتشن. تشارلي بدأ يفتش الشقة وصور جدول جريتشن ولقى مسدس في درج فقرر يحتفظ بيه. في اللحظة دي جهاز التتبع نبهه إن جريتشن راجعة، فجري على السلالم واستناها هناك. بس لما دخلت الشقة ما قدرش يضغط على الزناد، ولما حس بالإحباط جري على الفندق وعمل نفسه إن سارة مستنياه. وبعد ما هدي شوية ركز كويس في الصور واكتشف إن جريتشن كانت بتروح المستشفى كتير، ولما اخترق سجلها الطبي عرف إنها عندها حساسية. تاني يوم الصبح تشارلي اشترى كمية ورد ضخمة واستنى في الكافيه لحد ما شاف جريتشن وبدأ يتتبعها وهي رايحة المستشفى. جريتشن كانت بتعمل تحاليل، بس الدكتور لاحظ إن شاشة الكمبيوتر فيها مشكلة فخرج من الأوضة عشان يطلب مساعدة. وقتها تشارلي دخل الأوضة وهو لابس لبس دكتور وقفل باب الجهاز اللي جواه جريتشن. هي بدأت تتهز وتتوتر، بس تشارلي مهتمش وبدأ يملى الغرفة بحبوب اللقاح. الدكتور والممرضة سمعوا الضوضاء بس الباب كان مقفول برضه. جريتشن بدأت تضعف بسبب الحساسية، فتشارلي قال لها إنه هيساعدها لو قالت له فين يلاقي هورست، لأنه هو اللي ضرب سارة. لكن الحساسية ما خلتهاش تقدر تتكلم، فتشارلي فتح الباب بس جريتشن زقته على المكتب وبدأت خناقة عنيفة في الأوضة وكل واحد بيرمي التاني على العفش كله. تشارلي طلع المسدس بس جريتشن غلبته وفتحت الباب وجري، وتشارلي خرج وراها للشارع وهو في حالة يأس. وقبل ما يلحق يضربها عربية خبطت جريتشن. تشارلي اتصدم من اللي شافه بس غصب نفسه يقرب وخد موبايلها، وبعد كده جري ورمى بالطو المعمل في الزبالة. في الفندق غسل الدم من على هدومه ولم هدومه وبدأ يجهز نفسه. وفي نفس الليلة راح محطة الأتوبيس واشترى تذكرة لمارسيليا. وفي وقت قليل خبر موت جريتشن وصل CIA. وبراين سألت مور عن اللي حصل وهو رد ببساطة وقال إن جريتشن شكلها ماتت بسبب حد من عندنا. في الليلة دي تشارلي راح بار وقعد يشرب كتير علشان ينسى تأنيب الضمير اللي حاسس بيه بعد موت جريتشن. شاف واحدة بترقص وشبه سارة، بس لما ركز شوية اكتشف إنها واحدة تانية. وفجأة لمح هندرسون بيقرب منه فتوتر واتخض وبدأ يزق الناس لحد ما قدر يخرج من البار وجري في الشوارع لحد ما دخل بار تاني يستخبى فيه. بس هندرسون لحقه هناك برضه، فتشارلي جرى على الحمام وقفل الباب على نفسه. بس للأسف مفيش شبابيك فما كانش قدامه حل غير إنه يخرج. رجع يقعد جنب هندرسون على البار واتفاجئ إنه عارف مكانه عن طريق تتبع موبايل جريتشن. وبعد شوية كلام تشارلي وراه تايمر على موبايله وجرى بره البار قبل ما قنبلة تنفجر في الحمام. الفوضى طبعا ملت المكان وهندرسون فقد أثر تشارلي، حتى التتبع على موبايله بطل يشتغل. تاني يوم الصبح تشارلي تواصل مع إنكيولين علشان يطلب مساعدتها وطلع على طيارة شحن رايحة تركيا. في اسطنبول راح مطعم وبعت رسالة لإنكيولين، ولما لاحظ تليفون راجل بيرن حاول يقرب له بس واحدة وقفته وقالت له يبص على موبايله. بعدها خرج من المطعم وهي قربت له تاني وأكدت له إنها هي إنكيولين، كانت عارفة عن مراته وقالت له يخبي الكاب والشنطة في كيس تسوق. إنكيولين طلبت منه يتظاهر إنه بيشتري حاجات ويقابلها بعد شوية في جراج. وبعد شوية تشارلي قابلها تاني وهي ساقت بيه على بيتها. في الطريق إنكيولين حكت له إنها بقت هاكر من 6 سنين بعد ما جوزها مات. كان عميل CIA وبيشتغل مع المخابرات الروسية وكان هو إنكيولين الأصلي وعلمها كل حاجة. القصة الرسمية بتقول إنه وقع من الشباك بالصدفة، ولما وصلوا البيت قالت له إن ده المكان الوحيد اللي قدرت تعيش فيه أكتر من 3 سنين، واعترفت إنها تعبت من الهروب وقالت له إن لو الروس جم معاها مسدس عشان تحدف نفسها.
بعد كده بدأوا يتكلموا عن القضية. هورست هو القائد المسؤول عن توظيف المرتزقة لمور، ولورانس تاجر سلاح، فإنكويلين تطوعت إن هي تتنكر في دور تاجرة سلاح علشان تتواصل معاه. أما ميشكا فبيسافر كتير وبيحط كل حاجة على الإنترنت. فضلوا يراجعوا الصور ولقوا واحدة معاه، اتعرفوا على حسابها على انستجرام بفضل التعرف على الوشوش، واتأكدوا إنها موجودة في أسبانيا. تاني يوم كاليب قال لفريقه يراقبوا الإرهابيين علشان يلاقوا تشارلي. وبراين قابلت مور، قالت له إنها عايزاه يبطل يدير عمليات سرية من غير إذنها. مور قال لها إن اللي كان قبلها قال له نفس الكلام، فرد عليها بنفس الرد: أنا بديك كل دعمي. بعد الاجتماع أوبراين ركبت عربيتها ومساعدتها ورتها صورة لهندرسون في أسبانيا، وتأكدوا إن مور هو اللي بعته. فأوبراين بعتت وراه عميل من عندها. وفي الوقت ده تشارلي وإنكولين قدروا يوصلوا لميشكا عن طريق اختراق كاميرات الأمن بتاعت فندق. تشارلي بعد كده سافر مدريد وقعد في نفس الفندق. عرف إن ميشكا بيحب يعوم في البسين اللي بيربط بين مبنيين من فوق الأسطح. في نفس الوقت هندرسون قدر يتعقب تشارلي في المنطقة. تاني يوم تشارلي بدأ يجهز جهاز هيساعده يقبض على ميشكا وخباه جوه الفندق. بعدها تابع ميشكا لحد البار وهو مش واخد باله إن هندرسون واقف في اللوبي. تشارلي شاف راجل مريب في البار وافتكر إنه شافه قبل كده، وده معناه إنه متراقب. بلغ إنكولين من خلال السماعة، فدورت على وش الراجل واتأكدت إنه عميل من CIA. كمان شافت هندرسون على الكاميرا وقالت لتشارلي يلغي العملية، بس هو أصر يكمل الخطة. ولما ميشكا راح البسين تشارلي واجهه وسأله عن مكان هورست، قال له إن لو ما تكلمش البسين هيتدمر. ميشكا ما صدقهوش وابتدى يعوم بعيد، بس تشارلي ضغط على زرار والإزاز بدأ يتشقق. ميشكا توتر وبدأ يعوم أسرع، بس كان فات الأوان. الإزاز اتكسر وميشكا وقع ومات، والمية غرقت الشارع. إنكولين حذرت تشارلي إن هندرسون والعميل التاني قربوا وادت له تعليمات للهروب. بدأت مطاردة وهندرسون على وشك يمسكه، بس في اللحظة دي العميل التاني هاجم. الراجل مسك هندرسون وابتدوا يتخانقوا في أوضة الغسيل. تشارلي وقف يتفرج وهم بيرموا بعض في كل أركان الأوضة. هندرسون حط راس الراجل جوه الغسالة. العميل طلع مسدس وضرب هندرسون، بس هندرسون خطف المسدس وضربه هو كمان. تشارلي دخل الأوضة وكان محتار يساعد مين، بس إنكولين فكرته إن لازم يهرب. تاني يوم أوبراين جابت مور لمكتبها وسألته عن تشارلي. مور قال لها إنه في أجازة حداد، فأوبراين سابته يمشي. بعد ما مشي ورت المساعدين فيديو من الفندق، وفي نفس الوقت كاليب وفريقه كانوا بيشوفوا نفس الفيديو واكتشفوا إن تشارلي كان معاه مساعدة. بدأوا يفحصوا الشتات المشفرة بتاعته ولقوا في الآخر رسائل من إنكولين. وبعد بحث طويل لقوا ملف العميل الميت اللي كان معروف بإنكولين، وتوقعوا إن مراته هي اللي خدت مكانه. الليل ده تشارلي وإنكولين اتفقوا يناموا جنب بعض بس علشان الصحبة. بس صحيوا على صوت عصافير. إنكولين بتصوت ولقوا على الكاميرات عدد كبير من العملاء بيقربوا. الاتنين جريوا فورا من نفق سري في الحيطة، ولما كانوا في السكة للخروج تشارلي شاف درون في السماء. قدروا يتسللوا على مبنى تاني وكملوا هروبهم وسابوا الحي قبل ما العملاء يقتحموا البيت. الكمبيوتر كان بيحذف كل الملفات، فما كانش فاضل أي حاجة للعملاء يدوروا عليها. بعد ما جريوا على الشاطئ تشارلي وإنكولين وصلوا لعربية إنكولين، ودراون شافتهم بعدها على طول. العملاء بدأوا يطاردوهم وهم بيضربوا نار، وفضلوا وراهم حتى على مركب. بعد مطاردة طويلة العملاء قدروا يبهدلوا العربية كفاية لحد ما وقفت، وإنكولين اتصابت إصابة مميتة. تشارلي ما كانش قدامه حل غير إنه يزق جسمها على الكرسي التاني وياخد هو الدريكسيون ويكمل السواقة لحد ما في الآخر قدر يخلص من اللي بيطاردوه. بعدين ساب العربية في الجراج وباس إنكولين وقال لها وداع. تاني يوم تشارلي اتصل بلورانس وعمل نفسه تاجر سلاح علشان يرتب ميعاد يقابله فيه. بعدين تشارلي اشترى إلكترونيات جديدة وسافر على رومانيا في مبنى مهجور.
صور وشه بالفيديو وهاك كاميرات أمنية في برلين. دلوقتي ال CIA بقت فاكرة إنه في برلين وبعتت رجالتها هناك. ولما لورانس وصل في الآخر لقى تليفون بيرن على كرسي تشارلي، قال له يبص جوه الصندوق، ولورانس لقى مجموعة قنابل لو اتحرك هتنفجر. وهو بيبص على صورة سارة اللي في الصندوق، تشارلي ظهر وراه وسأله عن مكان هورست ووعده إنه هيفصل القنابل لو ساعده. لورانس قال له إنه هورست بيشتغل في المياه الروسية وعادة بيستلم شحنات في ميناء على بحر البلطيق. تشارلي سأل إزاي يوصل لهورست، فلورانس قال له إنه بيتلقى رسائل مشفرة من رجاله بس، وكل الأرقام والأسامي على موبايله اللي رماه على الأرض. تشارلي خد الموبايل ومشي، وسمع صوت القنابل وهي بتقتل لورانس في الأوضة التانية. بعدها ال CIA وصلها خبر مقتل لورانس في رومانيا، وساعتها فهموا إنهم كانوا بيتفرجوا على فيديوهات مزيفة. بعدين في أوتيل في روسيا تشارلي تخيل سارة معاه وفتح الهدية، كانت بازل، وتشارلي حلها بسرعة وطلع جواها رسالة لطيفة من مراته. الصبح راح للمينا وشاف عربية شكلها مريب، بعت الكود لرجالة هورست وشاف واحد عند العربية بيراجع تليفونه. تشارلي تابعه وخد له صور لللانش بتاعه ومشي. بعد ما اشترى شوية أدوات رجع تاني للأوتيل ودور على اليخت اللي تبع المركب ده من خلال رقم تسجيله. كمان درس مسارات البحر اللي هورست ممكن يستخدمها. تاني يوم تشارلي قرب من المركب، لكن حد ضربه من وراه ووقع منه بازل سارة. تشارلي تاخد على اليخت وهناك قابل هورست أخيرا اللي كان لقى القنبلة اللي تشارلي خباها قبل كده. هورست لاحظ إن تشارلي كان بيقتل الناس بشكل غير مباشر، وفكر إنه مش قادر يقتل وش الوش، فاداله مسدس وقال له يقتل، بس تشارلي ما قدرش ونزل السلاح. فجأة اليخت بدأ يلف في اتجاه عكسي والطاقم اتوتر جدا. تشارلي كشف إنه هو اللي بقى مسيطر على اليخت، وإن اليخت ده تبع ال CIA، وبما إنه هو اللي كان شغال على بروتوكولات الحماية بتاعته قدر يهاكه بسهولة ويبعته على فنلندا. وبسرعة اليخت اتطوق من البحرية الفنلندية والإنتربول وقبضوا فورا على هورست ورجالته. بعدها بوقت أوبراين عملت مؤتمر صحفي وأعلنت إنهم قبضوا على كل العملاء الفاسدين اللي كانوا بيستغلوا موارد ال CIA في أنشطة غير قانونية. تشارلي قابل هندرسون اللي قاله إنه فخور باللي عمله، وبعد ما زار قبر سارة رجع تشارلي بيته وأخيرا طار بالطيارة.